يضيق الحال لشدة الحاجة، وحين يلتفت اليمني إلى جواره يجد في الحال المملكة العربية السعودية، وهي خير من يساند ويدعم. الدعم الأخير الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، والمتمثل بمنحة نفطية جديدة بقيمة 150 مليون دولار، لم يكن سوى موقف من جملة المواقف التي تسجلها المملكة إلى جانب أشقائها في اليمن، والتي ازدادت مع حرب وكلاء إيران على اليمنيين نهاية العام 2014. ووفقا لسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، فإن المنحة الأخيرة مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في المناطق المحررة ضمن المواقف المساندة والداعمة التي ستسهم في الحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية والتخفيف من معاناة ملايين اليمنيين. هذا الدعم عبر البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن يكتسب أهميته من كونه يأتي في وقت تعاني فيه العديد من المدن من أزمة كهرباء خانقة نتيجة نقص الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل، وما نتج عنه من زيادة ساعات الانقطاع في التيار سيما خلال فصل الصيف. المنحة الجديدة ستغطي احتياجات محطات الكهرباء من الديزل والمازوت، وهو ما سيسهم في استقرار الخدمة وتحسين مستوى الكهرباء المقدمة للمواطنين، إضافة إلى دعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة مثل المستشفيات وشبكات المياه والخدمات العامة. ومنذ بداية حرب ميليشيا الحوثي على اليمن، لعبت السعودية دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد اليمني وتخفيف الأزمة الإنسانية عبر حزم متعددة من المساعدات والمنح والمشاريع التنموية، وكان أبرزها حزمة دعم اقتصادي مشتركة من السعودية والإمارات في العام 2018 قدمت للبنك المركزي اليمني بقيمة ملياري دولار بهدف تعزيز استقرار العملة المحلية وتمويل استيراد السلع الأساسية.